السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم متتبعي إبداع تطريز مع مريم. كنتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو هذا يلقاكم بأحسن الأحوال وبصحة جيدة. فيديو جديد إن شاء الله بعد هذه الغيبة هذه. إذا إن شاء الله نبداو بالموديل الأول في توب ديال كريب من اللون الأسود، يعني سيد الألوان. هنا كما كتشوفوا نسطوق مخدوم بالسقلي ومنبت بالباكستراس في اللون الازرق ملكي، ودخلنا ليه في العقيق الذهبي. غير هو يعني التنبات في اللون ديال السقلي، يعني هو واخا عامر ولكن كتبان الرشمه ديالو خفيفه. جاي هكا مخدوم من السطوق، ومن جهة الجناب يعني من تحت التركيز هابط بالطرز وبالسفيفة ديالو بالعقاد تاع التحت، من جهة ديال اليمين ومن جهة ديال اليسار الكميمات. وهذا قفطان ازرق ملكي. هذا الكحل فيه الفتيحات في الجناب، وهذا يعني قفطان فيه الفتحه في القدام. قفطان هكا في الكريب باللون الازرق ملكي، مخدوم باللون ديال الثوب والسقل الابيض والتنبات بالاسود. هذا كوموند ديال كليانه. هاد الكوموند هذه صيفطها خارج المغرب. كما كتشوفوا خدمنا الضفيره خدمنا بالخدمه عفوا بجوج ضفاير، والترسان مخدوم باللون ديال الثوب. هذا كيعطي واحد الجماليه ديال الخياطه. هذه الطرزه ديال الظهر. هذاك قفطان في بالحزام دقيق فيتين هكا بالحزام في شي مناسبه هكا خفيفه هادو ديال المحل. نقولوا البلو بترول مخدوم بالرشمه. اذا هاد لا سيزون هادي يعني حاولت ما امكن نبعد شويه ولا نغير تغيير كلي على الخدمه، الطريقه باش كنحطها والطريقه ديال الطرزه والخدمه اللي كندخل فيها والغرزات اللي كندخل، وحتى الطريقه ديال التنبات. يعني بغيت يكون تغيير، يعني ملي الواحد كيجي عندك المحل كيلقى الموديلات ما تيكونوش بحال. وهذا قفطان تاني كما شفتوا حتى هذا قفطان ديال المحل. هذا قفطان يعني كما كتشوفوا القفطان الاول والقفطان الثاني يعني لا علاقه في الخدمه ديالو ولا حتى في الطريقه ديال التنبات. اذا دائما التغيير هو اساس العمل ديالنا والاتقان بطبيعه الحال. يعني الكليان دائما ملي كيدخل عندك المحل اهم حاجه كيهتم ليها هو يعني من بعد ما كينبهر بالخدمه. كنقول انا من الاحسن انك دائما تشوف الخدمه كيفاش مخدومه والاتقان ديالها فينيسيون ديالها. هذه كوموند ديال التويبات مخدومين كما كتشوفوا هنايا بالغرزه ديال اليد. خدمنا في اللون الموف فاتح. هذا واحد الموف فاتح، انا التصوير بينو طالع شويه ولكن هو موف فاتح. واحد اللون كاشير فاتح حتى هو، وهذاك بلون كاسي هنا كيبان فيه صفر ولكن هو راه بلون كاسي. طرزجة غزاله ما فيها لا تنبات لا حتى حاجه. وهذا الموديل هذا طلبته لي واحد الكليانه. هذا الموديل دائما كنشوفه تقريبا نقولوا شي 5 سنين وانا دائما كنشوفه هكا في بانتيريس. وسبحان الله يعني طلبته لي كليانه قالت لي بغيتك تخرجي لي بحال هذا الموديل يكون كوبي كولي. هو واخا صعيب في الخدمه ديالو ولكن يعني دائما كنقول لكم انا التصميم راه كيدي وقت. التصميم خاصك جلسه وتصبري، يعني تحطي كاس ديال القهوه ولا كاس ديال اتاي تبردي على اعصابك وتبداي تخدمي خدمه. انا كنرتاح في الخدمه بحال هكا بالليل. ما تيكونوش عندك التزامات، يعني من العشاء الفوق ما تيكونوش عندك التزامات ماشي بحال بالنهار او الصباح بكري. هاد الوقيته كتكون زوينه في الخدمه، لان التصميم هو دائما كيبغي فيك كيبغي الراحه اولا ما كيبغيكش تبرزتي عفوا. هنا الخدمه ديال الطرز التطواني التعجيره. وشكون اللي ما تعرفش التعجيره في الشمال؟ حنا هنا في الجنوب الناس ما كيعرفوهاش، لان كنشوف البنات انا ولا شي وحده اللي حطيتها هكا في ستاتي ديال الواتساب كلشي تيقول لي مريم يعني هاد النوع ديال الطرز. كنقول لهم هادي طرزه ديال تطوان، هذه التراث ديال تطوان التعجيره ملي كتخدمي باللوان وكتكحلي ليها بالكحل. كما كتشوفي الطرزه كلها مخدومه هكا الوان، وضروري ما كتكون ديك الحاشيه كتكون بالكحل. وبالنسبه لهذا الموديل هذا فايت لي نزلته لكم، ولكن هذا الموديل عفوا مطلوب عندي في جلابه هكا ديال الحضور. هذه خدمتها في جلابه ديال البرد، مطلوبه في الجلابه، مطلوب حتى في القفطان، يعني كندير ليه حتى كول داير
وكنهبط السلته لتحت، يعني كل واحد والطريقه باش كيبغي. هذه من التصميم ديالي الخاص 100%. وبالنسبه اصلا هاد الخدمه كلها من التصميم ديالي، لكن غير هذيك انا اللي رسمتها بيدي، ومن بعد نزلتها بالطريقه اللي بغيت ودخلت فيها الغرزه اللي بغيت. هذا الموديل هذا كما كتشوفوه، هذا الموديل صيفطته ليا كليانه وخدمته ليها، دارت الحصيره ديال الرندا، من بعد صيفطت ليا الثوب وخدمت ليها الموديل كما كتشوفوا. هادو هذه حتى هي جلابه، هذه حتى هي كوموند ديال واحد كليانه خارج المغرب. جلابه هكا مخدومه من الصدوق باللون ديال الثوب، ودائما كتشوفوا لا فينيسيون هي الاساس في اي خدمه، سواء خدمتيها باليد ولا بالماكينه. لا فينيسيون هي اللي كتعطي الحط يعني حتى الحطه ديال الجلابه هي اللي كتعطي ليها القيمه ديالها. هذه حتى هي هاد الرشمه هذه هي فايت ليها كاينه، ولكن انا صممتها بطريقتي، يعني خدمتها عامره لا علاقه بالطريقه باش كتحط هكا. كاين اللي كيدير لها تصغير والغرزه ديالها ما كتكونش عامره. هذه حتى هي جلابه كوموند خارج المغرب. وهادو التويبات اللي كنت صورت لكم هكا في الفيديو. بالنسبه للاخوات دائما اللي تيقولوا لي، يعني على حساب اللي كيهضروا ليا على التصميم على البرنامج ديال ويلكم، كاين اللي كتكون زربانه، وكاين اللي كتكون يعني كتخاف بانها ما يصدقش ليها التصميم. كاين اللي كتقول ما عنديش مستوى دراسي عالي باش نكون متمكنه في التصميم على البرنامج ديال ويلكم. انا كنقولها دائما وكنعاودها، المستوى الدراسي او لا تكون عندك درايه بالمعلومات او لا ما تعرفيش كاع البيسي اللي ما عندوش علاقه نهائيا بالبرنامج ديال ويلكم. البرنامج ديال ويلكم هو عنده حركات ولا ايقونات انت كتحكمي فيهم، بحال تعلمي بحال جميع الصناعات، بحال البيغلاج، بحال الطرز باليد، بحال الطرز بالماكينه اندستريال، بحال الرندا. هذه هي الطريقه باش خاصك تشوفي تصميم على البرنامج ديال ويلكم. وبالنسبه للحطه، هذه الحطه كيكون من ابداعك انت اللي كتعرفي الطرزه، الطريقه باش غتحطي فيها التنبات، الطريقه باش يعني التنبات اللي غتحطي فيه النوع ديال البيغلاج اللي غادي ديري ليها، يعني والعقيق اللي غادي تستعملي، الالوان اللي غادي تحطي، والبلاصه اللي غتحطي فيها الغرزه ديال اليد، يعني هذا تيكون من ابداعك. فهذا علاش انا كنقول يعني خصوصا البنات اللي متبعيني اللي تيقول لك لا واش يعني الكمبيوتر واش غادي يعطيني هذه الرشمه هذه، او لا لوجيسيال واش غيعطيني هذه الرشمه هذه. راه انت اللي كتعطيها اللوجيسيال، انت كتعطيها اللوجيسيال ومن بعد كتعطيها انت الماكينه كتطبق لك داكشي اللي عطيتي اللوجيسيال. هذا دائما غير تاخذوا فكره، يعني الاغلبيه تيقول لا راه غير كدير كتسكاني يعني كتصور وكتدخل اللوجيسيال وكيعطي لك وانت كتعطي الماكينه. لا، راه انت اللي كتعطي اللوجيسيال وكتجلسي كتحطي نقطة على نقطة وتحطي يعني الرشمة كما بغيتيها. كنرسموها اولا هو الاول وبالعبار باش كنعرفوا البلاصه فين غادي نحطوا الحجر الكبير والحجر الغليظ، مع جميع التفاصيل اللي كتحطيها في اي لبسه ولا اي قفطان ولا في جلابه. هذه انت اللي كتحكمي فيهم. هذا هو الاساس في خصوصا في مجال ديال اللباس التقليدي، يعني انت كتبغي كتوظفي البصمه ديالك ولا كتحطي الابداع ديالك، باش ما نقولوش حنا بان راه الكمبيوتر غيتحكم فينا، بالعكس حنا اللي كنتحكموا فيه بالشكل اللي بغينا. اذا كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وبلا ما نطول عليكم، ولنا لقاء في فيديو اخر ان شاء الله. ودائما نتوكلوا على الله ونتقنوا العمل ديالنا، واكيد ثم اكيد غادي نلقاو اللي بغينا ولا غادي نجنيو الثمره ديال الاجتهاد ديالنا. لنا لقاء في فيديو اخر ان شاء الله.